ناس كتير بتجيب فيديوهات من على قنوات تانية وتيجي ترفعها عندها على اليوتيوب وتقول لك بعد فترة بتجيب ملايين زي ما انت شايف كده. دي قناة معانا، دي القناة كانت بتاعتي الأساسية، طبعا كان فيها أكتر من 80، زي ما انتم شايفين 80 ألف مشترك. وبعد ما يجيب الفيديوهات ويرفعها ويجي هنا هو على تحقيق الربح، ينزل يلاقي نفسه محقق الألف مشترك ويلاقي نفسه محقق ال3 مليون مشاهدة. بعد كده يقول لك ايه، انا اعمل اعادة تقديم الطلب. وبعد ما يعمل اعادة تقديم الطلب يلاقي نفسه لبس في حاجة اسمها محتوى معاد الاستخدام. يعني ايه بقى محتوى معاد الاستخدام ده يا جماعة؟ محتوى معاد الاستخدام اللي انت بتسرق فيديوهات من على منصات تانية، منصة الفيسبوك، منصة التيك توك، تاخدهم الفيديوهات بدل ما بتعمل عليهم مونتاج او اي حاجة، بتاخدهم كوبي وتحطهم كوبي عندك على اليوتيوب. طبعا انت كده بتدمر القناة بتاعتك. فانت هنا بتلاقي نفسك عامل ال3 مليون وعامل ال1000 مشترك و3 مليون مشاهدة أو 10 مليون مشاهدة أو 4000 ساعة مشاهدة. جبت دول ملهمش لازمة لو الفيديوهات مش بتاعتك. أعمل إيه بقى لما أعمل محتوى معادل استخدام دوت؟ لما أبعت ويجيلي ديت. طبعا يا جماعة هنا بيقول لك زي ما انتم شايفين، ننزل تحت شوية، طلب إعادة النظام من خلال إرسال فيديو. فأنت بتبعت لهم فيديو لو الحاجة دي حاجتك، أو أنت عامل الفيديوهات بتاعتك بشكل حصري. بتقول لهم والله أنا بعمل فيديو طبعا مدته ما تقلش عن 5 دقايق أو 4 دقايق. بتقول لهم والله دي فيديوهاتي، وبتدفع لهم طبعا فيديو 4 دقايق بتتكلم فيه، تطلع لهم المايك فيه، الكاميرا، شخصيتك انت شغال ازاي، حاجتك ازاي اللي انت بتعملها في التصوير. فبترفع لهم الفيديو، فهم هنا بيراجعوا الفيديو لقوه محتوى مش معادل استخدام. طبعا الفيديو بتاعك بيخش له الربح زي ما انتم شايفين يا جماعة، بيخش له الربح، ودول كلهم بيبقوا شغالين عادي. الفيديو مش بتاعك بيقول لك هنا إذا كنت تعتقد أن قرارنا غير صحيح يرجو إرسال فيديو تشرح فيه السبب. سنراجع طلب إعادة النظار ونرد عليك لعلمك بقرارنا خلال 14 يوم. بعد ما بترفع الفيديو طبعا هما مش بيقعدوا 14 يوم بس، هما بيقولوا لك 14 يوم. انت ممكن وانت بتديهم الفيديو بتاعك اللي انت عملته في نفس اليوم. انا جبت طبعا يا جماعة اني انا فعلا كنت سارق فيديوهات، فرفعت الفيديوهات لقيت الدنيا عندي بايظة، قناة باظت، الدنيا باظت، احصائيات شغالة. وبص زي ما انتم شايفين كان ملايين يا جماعة هنا، كنت بجيب ملايين. فنرجع هنا تاني لتحقيق الربح زي ما انتم شايفين يا جماعة. اعمل ايه بقى عشان اتخلص من محتوى معادل استخدام؟ امسح الفيديوهات اللي انا سارقها، لو ليا فيديوهات حصري اخليها عشان لما اعمل محتوى، لما اعمل طلب اعادة النظر مرة اخرى يشوفوا ان دي فيديوهاتي، مش فيديوهات انا واخدها من على المنصة. عشان اليوتيوب يا جماعة مش عبيط، اليوتيوب مش عبيط. زي ما انتوا شايفين المحتوى اهو قدامك اهو، زي ما انت شايف عندي هنا كام مشترك، عندي 80680. دول كلهم جايين من على كذا حاجة أنا كنت باخدها وبرفعها. فالمشتركين كانوا بالهبل، يعني زي ما هو بقول لك كده، كان كل نص ساعة بيجي لي 1200 1300 مشترك وكنت فرحان والصفحة بتاعتي ملايين. وبص كنت خارب الدنيا، ومع إن العدد المشاهدات هنا كان معدي 27 مليون. بعد ما مسحت طبعا الفيديوهات كلها عشان كنت سارقها وكده، فنزلت الصفحة، وقعت. دلوقتي أنا بحاول أقوم الصفحة تاني بس بفيديوهاتي، حاجات أنا بعمل عليها رياكت والكلام ده كله. فأنا عايز أقول لكم حاجة، بلاش تسرق فيديوهات من على منصات تانية علشان غلط. أقسم بالله اللي أنت بتعمله وقناتك بتروح في داهية. أنا هنا يا جماعة أهو بادئ قناة جديدة لسه عاملها ما بقاليش فترة، رافع فيها حوالي 15 فيديو بس. آه طبعا القناة ديت ما كنتش مستمر عليها في شهر رمضان اللي فات دوت اللي احنا فيه، يعني النهارده العيد، امبارح كان آخر يوم رمضان. قعدت شهر كامل ما رفعتش عليها حاجة بسبب ضغط الشغل. زي ما انتم فاهمين يا جماعة بيبقى في شغل عندنا وبتاع، بنضطر ان احنا ما يعني كذا حاجة، بنضطر ان احنا ما نعرفش نرفع فيديوهات لان طبعا ده شهر كريم ففي موسم، فالشغل بيبقى كتير وكده. فما عرفتش ارفع فيديوهات مع ان المفروض قبليها
كنت ابقى مجهز حوالي 20 ولا 30 فيديو، كل يومين 3 او كل يوم ارفع فيديو، كان هتفضل الصفحة بتاعتي شغالة. بس انا ما عرفتش اعمل كده، ما عرفتش انظم وقتي. فانا دلوقتي طبعا لما خدت الاجازة قمت عامل الفيديو ده ليكم عشان اعرفكم بلاش محتوى معاد الاستخدام، بيودي القناة في حتة تانية. اي نعم بيجيلك مشتركين، بيجيلك مشاهدات، بيجيلك كل حاجة، بس ما بتحققش الربح. شكرا جدا. ويا ريت لو عرفت يعني ايه محتوى معدل الاستخدام تعمل لي لايك وتفعل زر الجرس، وشكرا جدا.